بيقال فيما يقال ان ورده لما اتسالت عن بليغ حمدي بعد ما اتطلقوا، لما قالوا لها بليغ حمدي، قالت بمنتهى الاستنكار والاستغراب كده: بليغ؟ مين بليغ؟ تقف انت بقى قدام الاجابه دي وتتساءل: ازاي قصه حب من اشهر التفاصيل اللي فيها انها على مدار 7 سنين بليغ حمدي بيجيب كل يوم بوكيه ورد لورده؟ فانت تقف قدام الفكره دي وتقول: ازاي القلب اتحول من اقصى الحب لواحده بتنكر اسم اللي كانت بتحبه؟ وتسال نفسك بقى: هل ده قلب جامد؟ هل ده جحود؟ ولا بقى الانسانه دي اتعرضت لحاجه صعبه بكتير وعقلنا وخيالنا ما يتصورهاش؟ الله اعلى واعلم ازاي القلب بيتقلب كده. وفعلا ما سمي القلب الا لسرعه التقلب. فكر كده هتلاقي ان طول الوقت لما بتتسأل انت سبت فلان ليه، ولما بتتسأل هو ايه اللي جرى، ده انتوا كنتوا يعني مفيش اجمل من كده، في كلام دايما ما بينفعش نقوله، في حاجات حسيناها، في حاجات مش قادرين حتى نعبر عنها ولا نوصفها، بتكون مرت في العلاقه دي هي اللي وصلت ان ورده تقول: مين بليغ ده؟ المفروض ان بليغ حمدي بعد ما سمع القصه دي وان هي قالت مين بليغ، قام على طول كتب اغنيه انا الحب اللي كان، اللي نسيته اوام من قبل الاوام، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الانسان. هنا بقى السؤال لينا كلنا: هل فعلا ممكن حد يبقى كانت بتجمعنا بيه ايام جميله جدا وذكريات الناس كلها بتتحكى بيها ويقول لك قصه حب ورده وبليغ، ينفع القصه دي اللي في شبهها كتير في حياتنا كده باختلاف التفاصيل ان هي تنتهي انك لما تتسال عن اسم الشخص تقول: مين ده؟ انا معرفوش؟ بصراحه بقى في اللحظه دي المايك مع حضراتكم.